السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. جيتكم بعد غياب طويل، جيتكم وجبت لكم وصفة هايلة تركية لمملحات اقتصادية بالملعقة فقط، بالملعقة. وانتي درتي مملحات لرمضان ما تعجزي ما تعسري كما يقولوها، سهلة جدا واقتصادية وبنينة. فوق هاد الشي كامل بنينة. كما قاعدين تشوفوا راهي خفيفة، كما قاعدين تشوفوا خفيفة خلاص العجينة. صدقوني مش راحين تندموا. المشهد يعني وحده يحكي، مش حتى نهضروا، وحده يحكي. نبداو على بركة الله، بسم الله. حنا حطينا في المقلاة حطوا زيت، ونحطوا عليها كما يسخن شويه، نحطوا عليها البصل مقطع كما راكم تشوفوا، متوسط، لا ما هو رقيق ما هو خشين. كما يدبل شويه البصل وياخد شويه لون، نحطوا له الفلفل الحلو بعدا مقطع. صدقوني هذه لافاس سهله وتيجي زاكيه وتجي بنينه. قبل كلش تيجي بنينه واقتصاديه كما راكم تشوفوا. هنا بس استخدمت بصله فقط متوسطه وزوج حبات تاع فلفل حلو، كفاتني، دات لي زوج بلاطوات. هنا نحطوا الملح باش يدبال مليح، ونخلطوا جيدا حتى يدبال هذاك الفلفل الحلو والبصل، باش نزيدوا المكونات الاخرى كما راكم تشوفوا. ثم نضع عندنا هنايا في المكونات الاخرى الزيتون مقطع اخضر، وعندنا الثوم. نضع الثوم، نضع الزيتون الاخضر، ونحطوا الطون. الطون هنا تاع طونه تاع الزيت. هذه هي لا فارس تاعنا، ما لا بلا فيوند لا بلا سكالوب ولا الدجاج، فقط علبتين. انا استخدمت علبتين كما قلت لكم. العلبه الكميه هذه كفاتني لزوج بلاطوات. هنا نحطوا الطماطم. عندي انا طماطم خاصه بالبيتزا، اللي ما عندوش يستخدم حبه طماطيشه كبيره، ربيوها ولا قصوها كاريات مربعات صغيره وحطوها. حطيت هنا زعيتره تتقلى مع بعضهم ويدبالوا يتجانس الخليط، ونخليوها تبرد دو كوتي. التوابل هنا نتوما تحكموا فيها. انا عندي زعيته ودرت فقط ملح وجات بنينه تسخف. نتوما ديروا فلفل اسود، ديروا توابل شاورما كما تحبوا. هنا الخليط بعد ما برد لنا وبرد خلاص، نحطوا الفرماج عندنا مقطع كما راكم تشوفوا. خليط سهل جدا، حشو قصدي سهل جدا وفي نفس الوقت اقتصادي وبنين. نضعه جانبا ونروح نديروا العجينه ان شاء الله. نبداو على بركه الله. العجين هنا كملاحظه فقط، انا هنا ضعفت الكميه. اللي يحب يدير كميه نصف الكميه، يعني بلاطو واحد يدير لكم بلاطو واحد. انا راح ندير لكم مكونات تاع بلاطو واحد، راح نقول لكم دركا بلاطو واحد اللي هي كاس الا ربع ماء دافي، ملعقه اكل سكر، وملعقه اكل خميره الخبز الفوريه. نخلط جيدا حتى يتجانسوا مع بعضهم. الزيت نصف زيت زيتون مخلط، زيت زيتون وزيت نباتي. واللي يحب يدير زيت زيتون وحده، واللي يحب يدير زيت نباتي عادي. المهم نصف الكميه. الكاس غير ربع ماء، يعني الكميه تاع بلاطو واحد. انا هنا دايره زوج، ونكهتها بالزعيتره السينوج. انا نشتي سينوج الكو تاع سينوج، تحبوا تستغناو عنه عادي. نخلطه جيدا، ثم نضع علبة دانون ناتور، يعني علبة زبادي طبيعي، علبة واحدة. وكون ديروا كيما انا علبتين طبعا. ونخلط جيدا كما قلت لكم. هنا الكمية مضاعفة، هنا دير لكم زوج بلاطوات متوسطين الحجم، متوسط الحجم. الفرينة نضع هنايا زوج كيسان ونص فرينة.
مغربلة مع ملعقة صغيرة مملوءة من خميرة الحلوى. نخلط جيدا، والملح نخليه هو الأخير، يعني نحطو ملعقة صغيرة بعد ملح مملوءة، يعني تقريبا مملوءة. أنا العجينة ما زلت أنا بالنسبة لي أنا مضاعفة، راح نزيد نحط فرينة. أنا حطيتها بالتدريج، التوبة تاني نحطوها بالتدريج، لأنه كل واحد الفرينة كل نوع تاع فرينة كاينة اللي تشرب وكاينة اللي ما تشربش، يعني كاينة اللي ليه تشرب بالسوائل، وكاينة اللي ما تشربش، تبقى حتى تزيديو انت بالتدريج هكا باش تعرفوا القوام تاع العجينة. دوك نوريه لكم في الأخير. تيجي خفيفة العجينة هذه، صدقوني تجي بنينة ما مملحة، خفيفة، مجرد 5 درجين كي نقولوا 10 دقائق باش ما نكذبش، 10 دقائق تكوني حطتها في الفور. هاو قوام العجينة كيفاه يكون، يعني انتي حطي 2 كيسان ونص وخلطي وشوفي معاها، الا لقيتيها نفس القوام حبسي، ولا لقيتيها جارية سائلة بزاف زيدي الفرينة. نحطوها تختمر في جهة، بعد ما اختمرت نحيولها الاختمار، نهبطوا لها الاختمار تاعها، نكونوا داهنين البلاطو تاعنا تاع الفور، ونحطوها في البلاطو، ندهنوا يدينا بالزيت، نحطوها في البلاطو نطرحوها بالملعقة، يعني هي يسميوها فطيرة الملعقة التركية، بس انا استخدمت يدي الملعقة اي حاجة تسهلها عليك. وديريها رقيقة خاطر طرحوها رقيقة، لانه راح فيها الخميرة الفورية وفيها خميرة الحلويات، رايحة شغل راح تنتفخ، لازمش تكون خشينة. بعد ما طرحتها هنايا رايحة نحكم ملعقة ندهنها بالزيت، وندير فيها ونشكل فيها خطوط كما راكم تشوفوا. نحدد هذيك الطبقة سطح العجينة بالخطوط بالملعقة، ونعاودها بيدي. هنا نسوي الشقوق هذوك بالملعقة. الملعقة هنا تساعدنا نرسمو الشقوق بطريقة كما نقولوا حنا بعينك تشوفي، تميزي المسافة ما بين الشقة وشقة، ما بين خطوط، ومن بعد عاوديها بيديك. انا هنا درت بالملعقه، ومن بعد حكمت باصابع تاعي، دخلت هذيك الشقق لداخل خلاص، لانه بعد ما يختمر في الفرن راح يطلع يتنفش هذوك الشقق، كون ما تكونيش داخلتها مليح يغبروا، يعني يرجعوا ما كانش يختلطوا في بعضهم. انا درت بالملعقه وعاودت عدلتها باصابعي، سكيت عليها مليح كما راكم تشوفوا. نهزو درك الحاشو ونحطوه في وسط الشقوق هذوك اللي خدمناهم، الخطوط هذوك، ونتكاو عليهم بيدينا هكا نعدلوهم. حاولوا تديروهم معدولين، ما بين كاينه مسافه ما بين الحشو والحشو، لانه هنا كانت بنتي تعيط وتبكي، كنت مزروبه فقط، ما كاين شقوق اللي لصقتهم في بعضهم كما الاولى هذيك. من بعد ما بين الشقوق وهذيك المساحه اللي ما حطيناش فيها الحشو نحطوا فيها الجبن المبروش. صدقوني هي مملحة رائعة، بنينة بنينة بنينة. انا ساعات نديرها في بلاصة البيتزا، يعني بنتي كي تسخف على البيتزا ولا نقول لها نديرو هذه خير، تجيني اسهل من البيتزا. البيتزا فيها خلطة بزاف، حطي هذه حطي هذه، زيني هكا زيني هكا. ونحطوا الزيتون الاسود كما تحبوا بشكل عشوائي يعني. من بعد راح نقصوها كاريات او مربعات،
حتجيكم كمية لا بأس بها، صدقوني حتجيكم كمية بلا بأس بها. أنا هنا أعيد يعني ملاحظة، أنا هنا الكمية اللي درتها راهي مضاعفة. الكمية اللي عطيتها لكم اللي هدرتها لكم المكونات راهي تاع بلاطو واحد، أنا هنا درت لي 2 بلاطوات. ونحطو معدنوس مقطع من فوق، ويكون الفرن طبعا مسخن من قبل، طيب الساع من تحت. ومن بعد كي تلقاي الحرف تاعها ولاو ذهبي طيبيها من فوق باش ما يزربش هذاك الفرماج يذوب ويتحرق وياه، لانه الحشو ديجا طايب والفرماج ما يديش وقت باش يذوب. انا كيما راكم تشوفوا راح ندخلها للفرن ونرجع لكم بعد ما طابت. شوفوا المنظر تاعها الشهي البنين اللذيذ. صدقوني خفيفه خفيفه خفيفه، قد ما نقول لكم قد ما قليل، خفيفه ريشه يعني. وكما راكم تشوفوا باليدويا خدمتها يدويا، وتدير كميه لا باس بها. بلاطو الواحد برك دارت لي اكثر من 12 حبه، اكثر، تذوب ذوبان في الفم. جربوها وما تندموش ان شاء الله. رمضان سريع، وصفات سريعه خفيفه ظريفه، وانتي خلصتي زينتي الطابله تاعك بمملحات سهله وبنينه. شوفوا كيفاه خفيفه، قريب تتقطع في يدي. نتمنى يا ربي تعجبكم الوصفه، نتمنى تجربوها وديروا لي جام وابوني في القناه.